بضحكتها العجيبة دخلت قلوب الملايين وتربعت على عرش العالمية. قالوا لي بتهرنيتك وصلتي للعالمية. شيماء بنت طالبة مكافحة على التيك توك طالبة للدعم والسبوعة، الامرأة متزوجة طالبة الشرع مع راجلها. اليوم غادي نعرفوا القصة ديال شيماء، واش الضحكة ديالها وجه الخير عليها ولا هي اللي غادي تكون سبب تعاستها. كنوجد النكافة من وحدة كانت كتوجد لنجاحاتها الوحدة وجدت تعاستها بطلاقها. نهايتها قربات وحلقة اليوم عاد بدات. أنا ليلى، مرحبا بكم في فيديو جديد. شيماء بنت لي العمر ديالها 20 سنة، المستوى الدراسي حاصل على شهادة البكالوريا وأول سنة جامعة، المهنة سعاية تيك توكر. بنت اللي في عز شبابها الأيام غادي تضحك ليها من بعد ما عاشت الفقر والحرمان ديال بصح. ما نقدرش نغوت لماما ونقول لها انا خاصاني الفلوس، ماما مسكينه يلاه عندها المشاكل ويلا بكافين مع الزمان ويلا بكافين وانتم عارفين رمضان. تخيلوا وحده ما عندهاش باش تشري خبزه، كاريه وباقا كتقرا، غادي تفتح لايف في تيك توك. القصه ما راكباش ياك؟ كيفاش وحده عندها تيليفون وكونيكسيون وما لقاتش تشري خبزه؟ وكيفاش وحده كتقرا في الجامعه وعندها وقت للتيك توك؟ باختصار الوقت بدلات ومعايير الفقر حتى هي تطورت. وعلى ذكر الفقر، مندوبيه التخطيط كتقول بلي المغرب قطع على الفقر المدقي وسط تصاعد الهشاشه الحضاريه. الفقير شحال هذه ما كانش عنده ثمن خبزه، اما فقير اليوم راه تلقاه عنده دار واخا ماشي ملك ولكن راه كتسترو وتليفون وكونيكسيون وعشاء ليله وكيشكي بلادم. الانسان ملي كيولف اسلوب حياه معين وكيهبط منه بدرجه كيحس انه وصل قاع الفقر، بينما تقدر تكون حياته مع الهبطه افضل من بزاف ديال الناس، بحال الناس ديال الحوز مثلا. نرجع لشيماء وكإنسانة اللي كانت كتشوف راسها انها لا تستحق داكشي اللي كتعيشو، بنت كتشوف الفوق، باغا الشهرة، باغا الفلوس وباغا النجاح، بغات تولي موديل وتبدل حياتها ضهيه وفابوره. القاعده كتقول اي حاجه فابور وبالزربه غادي تخلص عليها من بعد. للتذكير، حياه شيماء والمعاناه اللي دوزاتها هي حياه معظم الطلبه. أغلبية الطلبة في الجامعات سواء في المغرب أو خارج المغرب كيكافحوا من أجل طلب العلم، لأنهم لو كانوا أغنياء هل تظن أنهم غيكونوا كيقراو؟ البرمجة ديالنا القراية كتساوي الفلوس، عندك فلوس إذا علاش غتقرا؟ وهذا الشيء النيت اللي غادي يوقع مع شيماء، غادي تشم ريحة الفلوس وغادي تقلب على القراية. ولكن كيفاش شيماء غتبني قاعده جماهيريه مليونيه؟ لانه باش تكون متميز في لايفات تيك توك خاص تكون عندك موهبه او حاجه كتميزك، كتغني، كدير كوميديا، كتشطح. مالكم كتشوفوا فيا بحال اللي كتسناو نقول لكم كاتبه وكدير الشعر؟ بحال هاد الناس راه ما كيتلاقاوش بشكل صريح. والا ما عندكش موهبه عندك خيار تاني، تكون تافه ودير الضحك في راسك. شيماء الموهبه اللي كانت عندها واللي كانت سبب شهرتها الضحكه، المضحك المبكي ياك، كانت كتضحك بعفويه او ربما كانت كدير الضحك في راسها. صورين انا الحاطه اللي دار يدوى ياكل دو نضحشروا الباشا باش السلام عليكم. عندك البوطه الصغيره يا ربي زهري وعارفه ضحك في راسها. وشيماء غادي تحول من شيماء بنت عاديه لشيماء هقها. قالوا لي بتهرنيتك وصلتي للعالميه. واحد رياكشن ديال واحد الهنود، واحد الهندي دار رياكشن على الفيديو، وغادي تمثل المغرب في لبنان في كوريا بالضحكه ديالها. واللي لقى راسو في وسط الحماق اش عنده ما يدير بالعقل؟ غادي تدخلها للعاقه الصحيحه، اللهم لا حسد، وغادي تبدا تدخل في مسابقات الدعم اللي فيها داعمين من مختلف دول العالم. كل هديه كتساوي مبلغ مالي، ولكن شكون هاد الحمق اللي غادي يضيع فلوسو على بنت عاديه عندها ضحكه مختلفه؟ نمشيو بعيد ونقولوا اسيدي كاين دائم او جوج او ثلاثه سوقهم خاوي وما باغيين يخلي حتى واحد ما يورث، ولكن الغريب اننا كنلقاو عشرات الداعمين.
قضية مشكوك في أمرها. تيك توك فيه أهم جوج ميزات باش تشهر وتقدر تستقطب جمهورك. أول حاجة الفيديو، كتسجل فيديو وكتلونسيه. أو الثاني لايف، هنا مربط الفرس. هذا الدعم كيصيفطوه المتابعين للتيك توكر كنوع من التشجيع والدعم. كيبداو من وردة وانت طالع، ها أسد، فيل، طيارة، وكل حاجة وثمنها. ولكن للأسف من نهار بداو هاد اللايف وحنا كنشوفو العجب العجاب من أجل الحصول على الدعم. والسبب أن بزاف ديال الناس داروه مصدر رزق ودخل بدل الترفيه، هدية يعني فلوس. لكن تيك توك يقطع واحد النسبة ضخمة. المبدئ كيبقى ليه غير 30% من قيمة الدعم فقط، والنسبة الأكبر كتمشي للمنصة. هادشي اللي كيبان في الظاهر، وأما خفية كان أعظم. اللايفات، تيك توكر العاديين كيحصلوا على مبالغ رمزية، بينما بعض المشاهير كيتلاقوا بزاف ديال الدولارات. السبب هو ان هاد المشاهير كيكون غالبا جزء من شبكات او وكالات عندهم غطاء قوي. هادشي اللي كيخليهم واحد الواجهه مثاليه لتدفق الاموال. هادشي بلا ما نهضروا على الدعاره او الاستغلال الجنسي اللي ممكن يوقع بحال هاد المنصه. لايفات تيك توك ممكن تكون مصدر رزق مشروع، لكن ما يمكنش ننكروا انكار انه عالم خفي يستغل هذا النظام طرق ملتوية. لذلك أي واحد كيستعمل هذه المنصة أو منصات أخرين يرد باله باش ما يطيحش بالغلط. نراجعوا شيماء من وراء النجاح الباهر اللي حققته وصولها للعالمية، حرفيا غادي دير مشروع وغادي تبدل في شكلها، في الستايل، في الهضرة وحتى الضحك. ما يمكنش يكون شي واحد قدي يوصل لي في اللسان ديالي انني فاش كنهضر ما يقدرش شي واحد يفوتني عندي القافيه، وغادي تطيح على رجل من الطبقة المخملية، رجل من دولة الإمارات، رجل أعمال عيالات، مطلق وعنده ولد، وعلى حسب طريقته يصرفش على ولده. أنا ما كنعرفكش. وبالنسبة للانتحال صفة، كتهضري معاكم موظف حلف الناطو ديال بصح، حلف الناطو ديال بصح لمدة عامين. أنا تاخدي شيماء ما كانتش كتهضر على فكرة الزواج، ولكن يمكن شافتو رجل مثالي وكامل ضيع فرصة العمر ودات كوفرة العمر. تعارفهم كان في اللايفات، خطبتهم فيديوهات، وحتى العرس غير من فلوس الإشهارات. كل شيء كان واضح باللي غير كذبات، ولكن يمكن هي تيقان. ومن بعد تصدمات. إيوا كي جاتكم القفلة سيدي؟ ماشي الغريب هو زواجها، الغريب هو طلاقها اللي غادي تردو بإرادتها أو بدون إرادتها لمشروع رقمي غادي تطيح فخ هوس الشهرة. المشكل الأكبر أنها غادي تفضح أسرار فترة الزواج وغادي تعلنها بصوت عالي، واللي ما يشتري يتفرج. عرضات العنف، التنمر، الإهانة، وزيد. إمتى؟ الله أعلم، حيت الوقت كامل كانت في اللايفات. المشكل أنها في فترة الزواج كانت كتبين أنه أحسن زواج، أحسن رجل كامل مكمول، والكمال له وحده، لدرجة عايراتنا. إيه سيدي، عايرات الفانز ديالها. انا اشرف غادي نصيفط النص السبيطار ونص الروضه الله يحفظ، ونص للسبيطار الحماق، ونص غادي يديهم لابيلانس، نص غادي مساكن غادي تكوفنا. بزاف الناس وصلوا. هاد النفاق او التلاعب الاجتماعي ماشي بعيد تكون ولفاتو، وحتى البكا اللي كتب كتابه يكون تمثيل، واخا يكون حقيقه راه رابحه. كل دمعه بهديه. هادشي كامل اللي قلت لكم كذوب او يمكن يكون حقيقه، ولنفترض حقيقه. اخر لايف كانت فيه كانت كتبكي وكتربح، بمعنى انها ممكن تخطى المشكل من غير الا عجبها دور الضحيه. السوشيال ميديا عندكم تيقوها، ديما خذوا العبره وخليو عواطفكم جانبا. ما يكونش معيار تضامن عندكم جوج الميعاد او مطيفه في اللايفات. راه ولينا كنعيشوا في زمان المسلسلات من انتاج المؤثرين والمؤثرات في مختلف المنصات. خليوا لي رايكم في التعليقات، ومن الفيديو الجاي بزاف ديال الحب، الود والاحترام عليكم.